سأصطاد واحدة أكبر منها. يا سمكة تعالي إلي. لن أخسر كذلك. جيد، أمسكتها. السلمون المرقط لذيذ. يسرين، هذه شويت بشكل أنا جيد. لست بيسار، لكن سأتنازل لها. أيمكنني أكل هذا؟ أجل، بالطبع. إنها لذيذة جدا. أليس التخييم أمر ممتع؟ أجل. أيمكن أنها أتت بنا للتسلية فقط؟ سنبيت هنا مجددا. نعم، هل هناك مشكلة؟ لقد كنت أفكر بشأن الاستحمام. لا مشكلة، جهزت واحدا. اتبعيني رجاء. ماذا؟ إذن هذا. تفضلي، صابون ومنشفة. سحقا لك. أجهزت كل هذا لعلمك أني سأستحم عنها. لا تقلقي، سأكون حريصة بمراقبة الفتيان من أجلك. هل أعددت مكانا للاستحمام؟ إنه مخصص للفتيات. بإمكان الفتيان طمس أنفسهم في النار. أتعنين أني لن أتحمم بمثل ما يسري؟ إذا سنتبع ذات النظام البارحة. غدا هو يوم الاثنين صح؟ أسنتجه إلى المدرسة من هنا؟ أخبرتك سلفا، لن نذهب من هنا حتى يظهر ذلك الشخص. هذا لا يعقل. إنه كما لو أننا انتقلنا للعيش إلى هنا. هذا هو المقصود. أوه. وأيضا تفويت الحصص لن يؤثر على درجاتنا المدرسية. بالرغم من ذلك لا يزال علي العودة. تركت أختي بالمنزل. أنا أعلم هذا. أعدك بأنني سأعود في الصباح الباكر. دعيني أعود إلى المنزل. لا أستطيع. إن سمحت لك بالمغادرة سيتعذر الجميع. وأعتقد بأن كل شيء على ما يرام. كل شيء؟ على ما يبدو ستنتهي مهمتنا في الغد. الذرة مجددا. أرجو المعذرة. ما الذي تفعلونه في هذا المكان؟ لقد ظهر أحدهم بالفعل. هل هو المطلوب؟ نحن هاربون من المنزل كما ترى. لدينا أسبابنا الخاصة. آسفون على الإزعاج. من الواضح أنها كذبة. أهذا يعني بأنكم لن تغادروا في أي وقت قريب؟ نعم، ننوي البقاء هنا إلى الأبد. لن يبحثوا عنا في هذا المكان. لكنني عثرت عليكم. أنا متأكد بأن ذويكم قلقون عليكم أيضا. إن اتصلت بالشرطة سيقبض عليك أيضا. ها؟ لماذا؟ لأن هذه أملاك خاصة. وأيضا هذا. إنه أنت صحيح؟ ما هذا بيدك؟ مقال يتحدث عنك وعن قدرتك بالطيران. طيران؟ من السهل أن تلاحظ وأنت تمارس هوايتك في الجبال العامة. لهذا أتيت إلى هذا المكان المغلق الذي لا يأتي إليه أحد. لكننا خيمنا هنا ولا يبدو بأننا سنغادر. لهذا أظهرت نفسك أمامنا بكل بساطة لكي تتخلص منا وتكمل طيرانك. لا يمكنني الطيران. هل أنت مجنونة؟ سأتصل بالشرطة. برأيي أنت مجنون أيضا لمكوثك في هذا المكان بمفردك. أتيت لأجمع الكستناء. هذا ليس موسم الكستناء. لدي دليل بأنك كنت في هذا المكان وبهذا الوقت لأنني صورتك بكاميرا الفيديو. كم أنت مزعجة. أعطني إياه لأمسح التصوير. سقط في البئر. بالطبع، إن سقطت في حفرة لا تعرف نهايتها ستستخدم قدرتك وتطير. وضعت بعض الحشيش في الأعلى كتمويه. بفضلك صورت فيديو رائع عن قدرتك. هذا الفخ لم تخبرنا عنه حتى. إبليس يتعلم منها. أعطني الكاميرا. أوتوسا تلبس جسده. سأبعده باستخدام قدرتي وأنت تتلبسه. لا أريد. هذا مؤلم. تبا، إنها لي. لقد هرب. كلا، لا خيار آخر. يا له من علو. علي استخدام قدرته. توقف 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 توقف.
قدمت على عمل خطأ. كان علي استخدام خطتك بدل التحجج. ما هذا؟ ماذا حدث؟ حسناً، التواء في العظام أو كسر، تستحق هذا. كاميرا الفيديو لم تتحطم أيضاً. من الجيد بأنك نجوت. أنتم من تكونون؟ نحن جميعاً نملك قدرات خاصة، لكن هذه القدرات كالمرض، تظهر في سن المراهقة ثم تختفي مع الوقت. إن اكتشفت قدرتك ستصبح فأرا للتجارب من قبل العلماء. أتريد أن يحدث لك هذا؟ إذا ماذا لو اختفت قدرتك وأنت تطير في السماء؟ ستسقط وتموت. هل قدرتك أهم من حياتك؟ ميسا، رجاءً انظر. فهمت. اعتقدت بأن هذه القدرة هبة لي أنا فقط. يبدو أن هناك آخرين. كل ما تمنيته هو الطيران بحرية في السماء، كما تمنيت أيضا أن أصبح سكاي هاي سايتو نجم هوليوود. يا له من اسم سيء. أتفهم مشاعرك، لكننا نريد مصلحتك، لذا رجاء لا تستخدم قدرتك مجدداً. حسناً. شكراً لك. انتهى الأمر إذن. أخذ وقتا طويلا. أنت محقة. لقد عدت. لم أعلم بأن عمل طلاب النظام صعب هكذا. أنا آسف. أخي، ملابسك متسخة. هناك من يترصدك في المدرسة. هذا ليس مهما. حسناً، بما أن أخي يعمل بجد حضرت له طبقاً لذيذاً. حسناً، خضروات الشمبان. ليس أحمرا. أيعقل. بسم الله. أخيراً. كيف طعمه؟ لذيذ لذيذ لدرجة البكاء. في الواقع أردت استخدام صلصة البيتزا، لكن لم يتبقى سوى القليل منها. طعامك لذيذ. لا حاجة لاستخدام صلصة البيتزا في كل الوجبات. صلصة البيتزا وصفة سرية لعائلة أوتوساكا، نحن نتوارثها لأجيال. ذهبت للتسوق لأشتري الصلصة، لكن حارس الأمن منعني من الدخول. لا أعلم لماذا. أحسنت أيها الحارس. هذا أفضل شيء حدث لي منذ انتقالي إلى هنا. لكن طعامك لذيذ كما هو. لا تحتاجين لأي وصفة سرية. إن كنت مصرا سنوفر المال هكذا. رائع، لقد نجحت. الوداع صلصة البيتزا. أخيرا تمكنت من إبعادك عن طريقي. هل أنت مريضة؟ كلا، أنا بخير. حدث الكثير حينما كنت غير موجود أخي. ماذا حدث؟ لقد اعترف أحد زملائي بحبه لي. وما هي ردة فعلك؟ حسناً، تحدثي بدون مراوغة. لقد رفضته بالطبع. هذه اللحظة كانت ستغير حياتك. أخي، أنت لا تمانع بأن أحصل على عشيق؟ يعتمد على الشخص نفسه. يجب أن يكون فتى أفضل من أخي. هذا الشخص نادر الوجود. نعم، ما أنا آسفة. أنت مصابة بالحمى. ساخنة. ماذا عن شهيتك؟ لا بأس، أستطيع أن أتناول العشاء. 37 و8 درجات. أنت مصابة بالحمى. بعد حمام ساخن اذهبي إلى الفراش حالا. حسناً. آسفة. هل يمكنك النوم؟ أنا بخير. جيد، نامي بعمق. تصبحين على خير. حسناً. إن ارتاحت ستكون بخير.